خصم مفاجئ من معاش يناير 2025. هل فرضت البنوك رسوم جديدة على أصحاب المعاشات؟ كيف تستعد أموالك؟ تعرف معنا. هل يواجه أصحاب المعاشات أزمة رسوم إضافية؟ مع بداية العام الميلادي الجديد انطلقت عملية صرف معاشات شهر يناير، وهي أول دفعة معاشات تصرف في السنة الجديدة. يعد هذا الحدث من الأمور التي تهم قطاع كبير من المواطنين في مصر، خاصة كبار السن والمستفيدين من الورثة. في الأيام القليلة الماضية واجه بعض أصحاب المعاشات والمستفيدين شكوى تتعلق بخصم مبلغ مالي أثناء سحب مستحقاتهم من ماكينات الصراف الآلي ATM، وأثار هذا الأمر تساؤلات كثيرة حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الخصومات، خاصة مع عدم تلقي أي إخطار مسبقا بشأنها. وفي إطار التعامل مع هذه الشكاوي، أصدرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بيانا رسميا في الأشهر الماضية نافيا فيه صحة الأنباء المتداولة بشأن فرض رسوم خصم بقيمة 2% على المعاشات. وأكدت الهيئة في بيانها أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن مستحقات أصحاب المعاشات محفوظة، ولن يتم خصم أي رسوم من المعاش الشهري إلا في إطار لوائح واضحة يتم الإعلان عنها مسبقا. رغم نفي الهيئة لوجود رسوم مباشرة على المعاشات، إلا أن بعض أصحاب المعاشات لاحظوا خصومات تتراوح من 30 و100 جنيه أثناء السحب من ماكينات الصراف الآلي. فما هو السبب الحقيقي وراء هذه الخصومات؟ أولا، رسوم السحب من ماكينات بنوك أخرى. ثانيا، غرامات انخفاض الرصيد عن الحد الأدنى. ثالثا، رسوم تجديد أو استخدام بطاقة الفيزا. رابعا، مشكلات تقنية في النظام المصرفي. ونشكركم على حسن استماعكم، ولكم منا كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.